جبرائيل مصطفى الرئاسة المشتركة لاتحاد المحامين إقليم عفرين. إنما تقوم به حكومة دمشق من حصار أهالي عفرين المهجرين قسرا في مناطق الشعباء وفي حيي الشيخ مسعود والأشرفية هو ليس بالحصار الأول. بدأت حكومة دمشق بفرض هذا الحصار واتباع هذه السياسة اللا أخلاقية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية منذ عام 2018 وإلى هذه اللحظة، ولم تكتفي عن طريق الفرقة الرابعة التي تمنع دخول المواد الغذائية والمواد الأساسية والطبية، مازوت، بنزين، جميع المواد الأساسية لاستمرار المعيشة من دخولها إلى منطقة الشعباء أو حيي الشيخ مسعود والأشرفية، بل استعانت بميليشياتها الموجودة في نبل والزهراء وقاموا بقطع وحصار أهالي عفرين ومنع من الذهاب إلى حلب، علما بأن الذهاب إلى حلب كانت لحاجات مرضية إنسانية ضرورية. هذه السياسة ما يسمى بين قوسين سياسة الحصار بهدف تجويع المدنيين. السياسة اتبعها النظام السوري منذ أحداث سوريا 2011 وإلى هذه اللحظة بحق جميع الشعب السوري بشكل عام، ونجحت هذه السياسة مع حكومة دمشق في باقي المناطق لعدم وجود إدارة منظمة ولعدم وجود إيمان حقيقي، لعدم وجود إدراك الشعب بحكومة دمشق وذهنية نظام البعث. لذلك نجحت معهم هذه السياسة وفرض الاستسلام على الشعب السوري في باقي المناطق. المناطق الوحيدة التي لم تنجح معها هو في مناطق الإدارة الذاتية، والسبب في ذلك هو وعي وإرادة الحقيقية للشعب وإيمانهم بمشروعهم الديمقراطي. سياسة حصار وتجويع المدنيين حسب القوانين والمواثيق الدولية، حسب القانون الدولي العام، ترتقي إلى جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية. حسب المادة 678 من قانون روما والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، إن الحصار بهدف تجويع المدنيين ترتقي إلى جرائم الحرب، والمهم والأساسي هنا هو تجويع المدنيين، ما هو موجود في مناطق الشعباء وحيي الشيخ مسعود والأشرفية المدنيين. أي حكومة دمشق تقوم بحصار المدنيين. بما أنها تقوم بحصار المدنيين، إذن هناك جريمة حرب، جريمة إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية. وعلما بأن صدر عدة قرارات من هيئة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن أدانت فيه ما تتبعه حكومة دمشق بسياسة الحصار بتجويع المدنيين. حتى منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها أكدت بأن ما تقوم به حكومة دمشق من إتباع سياسة الحصار هدف تجويع المدنيين تندرج ضمن استراتيجية الاستسلام أو الموت جوعا. اللجان الدولية بأن ما تقوم به حكومة دمشق من هذه السياسة تعتبر ضمن استراتيجية وحشية، أي هذه السياسة تنفي جميع المواثيق والقوانين الدولية والأخلاق. وتسبب هذا الحصار المفروض على منطقة شعباء وحيي الشيخ مسعود والأشرفية تسبب بوفيات كثيرة، وتسبب بوقوف أفران عن العمل، توقيف مستشفيات عن استقبال المرضى، علما أن في منطقة الشعباء يوجد مشفى عفرين هو الوحيد الذي يخدم مجانا جميع المهجرين قسرا، ولكن نتيجة هذا الحصار تدخل حتى المشفى في أزمة المحروقات ولم تقم باستقبال المرضى الخاطئين على 24 ساعة بسبب فقدان ونقص كمية المازوت. إذا استمر هذا الحصار نحن سنكون أمام كارثة إنسانية، نحن بين قوسين سنكون أمام إبادة جماعية بحق أهالي عفرين المهجرين قسرا في مناطق الشعباء وفي حيي الشيخ مسعود والأشرفية. وإننا نناشد الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الهلال الأحمر الدولي، لأن هذين المنظمتين هما المختصين بهذه الشؤون فيما يتعلق بشؤون الحصار وتجويع المدنيين، عليها أن تقوم بواجبها وأن تطلب من هيئة الأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ واتخاذ قرار وإجبار حكومة دمشق على إلغاء الحصار الذي تتبعه بحق أهالي عفرين المهجرين قسرا وأهالي الشيخ مسعود والأشرفية. ونتمنى أن لا تكتفي بالقرار، لأن سابقا هناك قرارات لمجلس الأمن أدان في هذا الحصار، ولكن على أرض الواقع لم تكن هناك خطوات جدية بوقف هذا الحصار.